مساء الخير يا صديقي. النهاردة جايب لك أسطورة من إندونيسيا، ودي واحدة من أشهر الأساطير اللي موجودة هناك. أسطورة سوستر نيجيسوت. دي كلمة إندونيسية معناها كده بالبلدي الممرضة اللي بتزحف. الأسطورة دي مشهورة جدا بين الناس هناك، بس لحد الآن محدش عارف اسم الممرضة الحقيقي كان إيه. بس الأسطورة بتاعتها بتتنقل من جيل لجيل، والأكيد إن أغلب الناس هناك عارفين القصة بتاعتها. فتعالى كده أنا وإنت نشوف الحكاية من البداية. الممرضة صاحبة الأسطورة كانت بنت جميلة جدا، وروحها حلوة وطريقتها لطيفة مع الناس كلها. ده كان مخلي الكل بيحبها، سواء المرضى أو الاستاف اللي شغال معاها من دكاترة وغيره. عموما كل حاجة كانت ماشية تمام وعالي العال، لحد ما في يوم كانت ماسكة وردية بالليل، وكانت هي الممرضة الوحيدة اللي موجودة في المستشفى. الليلة دي كانت هادية وكل حاجة كانت طبيعية، وما كانش في مرضى كتير في المستشفى. هي كانت قاعدة زهقانة شوية في أوضة التمريض، فقررت تقوم تتمشى في المستشفى، يمكن تلاقي مريض صاحي أو حد من الاستاف العاملين تتكلم معاه بدل الزهق ده. ولأن الوقت كان متأخر فالكل تقريبا كان نايم. وهي بتتمشى في المستشفى، الدكتور النوباتجي كان صاحي، حاول يفتح كلام معاها ويقرب منها بطريقة ما عجبتهاش، فصدته. طبعا الكلام ده ما عجبهوش، فتعدى عليها بالضرب وكسر رجليها عشان ما تقدرش تهرب منه. وبعد كده اعتدى عليها بالمعنى اللي انت اكيد فهمته يا صديقي، وسابها مغمى عليها في حالة ما بين الحياة والموت. لما فاقت حاولت تستنجد بحد، ولأنها ما كانتش قادرة تتحرك كانت بتجر جسمها بإيديها عشان تقدر توصل لأي حد يساعدها من الحالة السيئة اللي هي كانت فيها دي. بس للأسف ما قدرتش تقاوم أكتر من كده وماتت في الليلة دي. الكلام والأقاويل حوالين القصة دي كتير، وبيقال إن روحها الغضبانة لسه ساكنة في المستشفى من الليلة المنكوبة دي. ولو خدتك من إيدك كده يا صديقي ورحنا أنا وإنت في جولة سريعة في مستشفيات إندونيسيا، هنلاقي في كل مستشفى قصة مختلفة عن الممرضة دي، وكلها قصص مرعبة تشيب الشعر. هتسمع مثلا إنها بتزحف في ممرات المستشفى، واللي هيقولك ده ساعات كمان بتزحف في الشوارع القريبة من المستشفيات، وبتظهر وهي غرقانة في دمها وبتجر رجليها المكسورة وراها. وبيقولوا كمان إنها لو ظهرت لك هتلاقي نفسك فجأة فقدت السيطرة على جسمك وبدأت تتشنج، ولا أنت قادر تهرب ولا حتى قادر تتكلم. وفي آراء مختلفة ما بين الناس، جزء بيقولك لأ دي مجرد أسطورة وكلام فارغ ملوش أي أساس من الصحة، بس الجزء الأكبر مصدق جدا في الموضوع ده. في ناس كمان ادعت إنها شافتها. ومن بين كل ده في واحد أنا جايبهولك مخصوص هيحكي لك حكايته معاها، وهنسمعها من لسانه زي ما حصلت معاه بالظبط. جاهز تسمع يا صديقي؟ يلا بينا، ويا ريت بلاش نقطعه تماما. زي ما انت شايف كده من لبسي انا بشتغل عامل نظافة، ولحد وقت قريب كنت مسؤول عن نظافة واحدة من المستشفيات القديمة في وردية بالليل. وفي يوم، اعذرني عن ان انا متوتر، بس انا كل ما بتكلم في الموضوع ده بحس ان انا لسه الموضوع حاصل دلوقتي. قالوا لي ان المشرحة محتاجة تتنضف. خدت عدتي ونزلت. بصراحة كده انا طول عمري بخاف من المشرحة، قلبي بيتقبض جدا لما بدخلها او حتى لما بعدي من قدامها. بس انت متخيل راجل طويل عريض زي كده يقول ان هو خايف؟ اكيد مش هينفع. المهم انا دخلت المشرحة وحاولت انضفها بسرعة، وبصراحة كده انا كنت بشتغل اي كلام عشان اخلص في اسرع وقت واطلع من المكان ده. بس طول ما انا كنت جوه كنت حاسس ان في حد معايا وبيبص عليا، وده كان مخليني متوتر ومش على بعضي. المهم انا خلصت بسرعة وخرجت من المشرحة، بس اخدت بالي ان الممر بتاع المشرحة كان محتاج يتنضف، فقلت انضفه في السريع كده واخرج من المكان اللي مخلي جتتي ديت متلبشة. بدأت انضف وفجأة سمعت صوت ست كأنها بتتوجع. الصوت كان غريب وبصراحة خلاني مرعوب بزيادة، بس افتكرت ان احنا في مستشفى والطبيعي ان انا اسمع اصوات ناس بتتوجع يعني.
إيه الجديد؟ بدأت أتجاهل خوفي وحطيت السماعات في ودني وشغلت أغنية أنا بحبها عشان أشتت تفكيري. بس أول ما الأغنية اشتغلت النور اتقطع، خوفي بدأ يزيد وجسمي بيترعش وجسمي كله مليان عرق. المهم أنا حاولت أركز مع الأغنية وأهدي نفسي شوية لحد ما وصلت لآخر أوضة المفروض أنضفها، ودي كانت أوضة العمليات. كله كان ماشي تمام وخلصت الدنيا. بعدين لقيت إن في لسه سرير في ركن الأوضة أنا ما نضفتوش. السرير كان متغطي بملاية كانت واصلة لحد الأرض. المهم أنا قربت من السرير ورفعت الملاية وشفتها ممرضة شكلها غريب قوي، وشها وجسمها لونهم تقريبا كأنه مزرق وعروقها باينة من تحت جلدها، وكانت بصالي قوي في عينيا. صراحة الخوف مال قلبي أكتر، وبدأت أحس إن أنا قلبي هيقف من كتر الرعب، وجسمي بدأ يترعش بزيادة، وما قدرتش أسيطر على نفسي تماما لدرجة إن الحاجة اللي كانت في إيدي وقعت مني على الأرض وجسمي اتشل، وما كنتش قادر حتى أفتح بقي أو حتى إن أنا أرمش بعيني. فجأة هي بدأت تتحرك، بدأت تزحف على الأرض وبتجر رجليها اللي مكسورة وراها. أنا كنت شايف العظم باين من رجليها. هي بدأت تزحف وعدت من جنبي وأنا ببص عليها. أنا ما كنتش قادر أتحرك، كل اللي أنا كنت قادر أعمله إن أنا أبص عليها بس. فضلت باصص عليها لحد ما خرجت. وقتها أنا قدرت أتحرك تاني، سبت كل حاجة جريت من المستشفى كلها وفضلت أجري زي المجنون. وطبعا من بعدها أنا استقلت من الشغل وما روحتش هناك تاني، وما حاولتش أشتغل في أي مستشفى مرة تانية من كتر الرعب اللي حصل لي في اليوم ده. أنا تقريبا لحد الآن بحلم بكوابيس. المهم يا صديقي، بعد ما سمعنا الحكاية من الشخص اللي شافها بعينه، خليني أقولك كده إن عدد كبير جدا من سكان إندونيسيا مصدقين إن الموضوع ده حقيقي مش بس أسطورة. أنت بقى شايف إيه؟ ياريت تقولي في الكومنتات. وبس يا سيدي، هي دي كل الحكاية.